في حالة خروج من مقصورة الإمام ودخول لأداء يعني أثناء تأدية المهام ودخول لأداء صلاة العشاء، في حالة أن نعدل في مكبر الصوت ونقول نقول للناس استووا واستقيموا واعتدلوا، فتهجموا علي بعض الإخوة، فمنهم من آذاني يعني لمسني في كتفي الأيسر وقال لي بهذا المعنى يعني وش دخلك فينا، وش راك حاسب في روحك وما تصليش بينا. ثم بعد ذلك بعدما افتتح هذا يعني الافتتاح تقدم إلى الميكروفون يعني فكسر الميكروفون وألغى يعني رافعة المصحف والعصا على المنبر، ومنهم من تدنى إلى إطفاء الأضواء داخل المسجد. ما صليناش العشاء، حرمنا من صلاة العشاء بسبب إيذايتهم لنا داخل المحراب. نعم متابعينا الكرام، هذه الفضيحة، هذه المهزلة، هذه الكارثة اللي استمعتم إليها قبل قليل في حظيرة الجزائر، في حظيرة الكاسيدور، في حظيرة تكنات أنيطة، في حظيرة خيمة شنقريحة والأنانيش، إمام ديال المسجد عباد الله. وهذه المسألة تتكرر في كل رمضان، في كل شهر رمضان تتكرر هذه الفضائح في حظيرة الجزائر. إمام ديال المسجد قال لهم رصوا الصفوف، أقيموا الصفوف، يعني المصلين يعدلوا الصفوف ديالهم، وهذا الشيء راه ماشي اوامر ديال الامام عباد الله. النيف المخنن ديال البوصبعيين اللي ترباو على هذه القضيه ديال حنا والشواكر اللي النظام الجزائري جالس كيربيها فيهم منذ عقود، ها هي النتيجه ديالها. الامام ديال المسجد وما احترموش، الامام ديال المسجد قال لهم اقيموا الصفوف، وهذا حديث ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، سدوا الخلل. هذا حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. والأئمة كيقولوها في المنابر قبل ما تبدا الصلاة. هادو تهجموا على الإمام، قالوا ليه شكون أنت اللي تقول لنا أقيموا الصفوف وسدوا الخلل؟ شكون أنت؟ وتهجموا عليه وطفوا الضوء في المسجد وتهجموا على الإمام ضربوه ومنعوا صلاة العشاء، منعوا صلاة العشاء. كيف ما سمعتوا الإمام ديال المسجد، هذا إمام ديال المسجد عثمان بن عفان في الجلفة في حظيرة الجزائر. كان عقل رمضان اللي فات شنو داروا؟ مشاو داروا حفل غنائي أمام المسجد، وراكم كتذكروا هذه المسألة هذه ولا مازال كاين الفيديو عندي في القناة. داروا حفل غنائي أمام المسجد، الصلاة ديال العشاء والصلاة ديال التراويح كاينة، الناس كيصليو التراويح والآخرين خدامين كيغنيو حدا المسجد. فاش الإمام قال اللهم هذا منكر، مشاو هجموا عليه وتعداو عليه وحاصروه داخل المسجد. هذه هي حظيرة الجزائر. ما كاين لا يعني أخلاق، لا احترام للدين، لا احترام للمساجد، لا الاحترام للإمام. احترام للإمام ما كاينش، كاين حتى حاجة. إمام قال لهم أقيموا الصفوف، قالوا ليه شكون أنت اللي تقول لنا أقيموا الصفوف؟ شكون أنت اللي تقول لنا سدوا الخلل؟ وهذا حديث يا رسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. دابا بالله عليكم واش هذه دولة؟ واش هذه دولة؟ دولة ولا حضارة؟ دولة ولا حضارة ولا زريبة؟ طبيعة الحال حضارة وزريبة، لأنه ما كاينش شي حد عنده العقل غادي يتهجم على الإمام حيت قال لهم أقيموا الصفوف وسدوا الخلل. كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الناس ما كيعرفوا لا صلاة، لا عبادة، لا إمام، لا مسجد، لا حديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيضحكوك في هادشي كامل. ماشي نسرقوا الدروس الحسنية المغربية، وقال لك الجزائر ضاربة في تفسير الدين، تفسير العلم الديني والعلم ديال الإسلام. كارثة بكل ما تحمل الكلمة المعنى. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.